بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عاملين ايه؟ النهارده معاكم في موقع جديد ولوكيشن جديد. اللوكيشن هنا في سيدي بشر في اسكندرية. الموقع ده احنا كنا مستلمينه تقريبا كان متشطب، عملنا له ريديزاين. كان تفاصيل المكان ما كانتش كده، كان في الوان وكان في حاجات زحمة شوية. العميل كان حابب ان هو يهدي الدنيا شوية. الاضاءات هنا كانت الوان وكان في حاجات كتير مبهرجة. الوان الارضيات كانت غامقة جدا. تفاصيل المكان كانت صعبة جدا. الأعمدة طبعا عندنا أعمدة كتير جدا. المكان هنا في الدور الأولاني. وطبيعة أي موقع إنشائي الأعمدة في الدور الأولاني بتبقى عريضة جدا، كل ما بنطلع فوق كل ما الحجم بتاعها بيقل. فهنا حجم الأعمدة كبير جدا، يعني فلنتخيل إن ده الجزء ده كله من أول النيش لحد هنا كل ده عمود، وبعد منه كل ده عمود. وهنا ورا بعد التجليدة دي في عمود تاني كبير بس احنا ضيعناه في التجليدة، تمام. وهنا عمود وعمود وعمود تاني في الاخر، حجمها كبير وبارزه كتير عن الحيطه. فكان مطلوب مني ان انا اتعامل مع الحاجات دي وان انا استغلها وان انا كمان ابينها بشكل ديكور. فبدات اشتغل بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. اول حاجه عملتها اخدت الجزء ده عملت فيه النيش البسيط ده، تمام. وعملت هنا الجزء بتاع السفره قدام العمود ده، وعملت المرايات بتاعت السفره تجليد على الحيطه زي ما احنا شايفين كده. وضفت اللون الجولد بتفاصيل بسيطه جدا في المكان عشان يعني يدي معايا غنى ويدي معايا شياكه في قلب المكان. بعد كده عندي الجزء ده كان ما بين عمودين وكان داخل لجوه حوالي 25 سم، فعملت الجزء ده زي نيش كده، بس مش نيش اساسي، يعني ممكن ان انا هستخدمه برضو اكسسوارز اكتر وكده. هيبقى موجود النيش الاساسي انا عملته في المطبخ. بعد كده عملت هنا جزء الاستقبال ده، عملت 2 فوتيه وترابيزه قدامهم، تمام. وعملت الزرع ده في الخلفيه كده عشان يدي روح حلوه للمكان او للقعده اللي موجوده في الجزء ده. بعد كده عملت البارتيشن ده عشان افصل الجزء ده عن الجزء ده. الجزء ده بالنسبه لي مستغله في حاجتين. اول جزء ممكن ان انا استقبل فيه ضيوف عادي جدا، ان انا عملت 2 فوتيه مع الركنه اللي احنا عملناها عشان لو جه ضيف مثلا فيبقى الشكل بالنسبه لي شويه برضو مدي ان هو انتريه. وعملت برضو الركنه عشان تبقى ماشيه معايا غرفه معيشه، ان انا عندي هنا 3 غرف. ال3 غرف انا مستخدمهم غرف نوم، غرفه للاولاد وغرفه للبنت وغرفه النوم الماستر او الرئيسيه. برضو كان عندي هنا عمود وهنا الناحيه الثانيه عمود، فبدات اعمل المكتبه دي، تمام، بالشكل ده واحط فيها الشاشه. وعملت اليونت دي تحت فيها مساحات تخزين، والمكتبه برضو هي انا عملت فيها مساحات تخزين ممكن ان انا استخدمها. وعملت فيها برضو جزء مكشوف ممكن ان انا اقدر احط فيه اكسسوارات او حاجه مع الشكل بتاع التي في، فيديني الشياكه ويديني رقي في قلب المكان. نيجي بقى بعد كده للحاجات او التعديلات المعماريه اللي احنا عملناها. انا هنا عملت تعديل معماري كان مهم جدا معايا او كان ضروري معايا ان انا اعمله، تمام. التعديل ده كان يخص الجزء بتاع المطبخ والحمام. هنا كان في حمامين. المساحه اللي انا فيها دي كانت عباره عن حمامين، كانت مقسومه كده، كان ده حمام وكان هنا في حمام تاني للضيوف. وبعد كده المساحه اللي بعد كده دي كانت للمطبخ هنروحها دلوقتي، تمام. اخدت المساحه اللي كان معمول فيها المطبخ ان هي كانت ضيقه وما كانتش هتاخد الاجهزه بتاعت العميل كلها بالتناسق وبالترتيب ده، ففتحت الحمامين دول على بعض وعملتهم هم مساحه المطبخ. وبدات ان انا اوزع فيه الاجهزه بتاعتي. فعملت هنا الجزء بتاع النيش، تمام، الاساسي. وبعد كده عملت الثلاجه وديسبنسر الميه. هنا كده عملت الجزء بتاع البوتاجاز والفرن، وورايا عملت الجزء بتاع الحوض والغسالتين. فقدرت ان انا استوعب المساحه بتاعه الاجهزه كلها، وفي نفس الوقت بقى مفتوح والفتحه بتاعته قصاد الفتحه بتاعه الريسبشن، فبقى باين ان هو امريكان. لو انا كنت عملت ده في الجزء هنا العميله كانت حابه المطبخ يبقى امريكان، فلو عملته هنا كان قدام الحيطه دي فما كانش هيبقى ظاهر اصلا. فوجود المطبخ في المنطقه دي قصاد الفتحه بتاعه الريسبشن فهو ظاهر من مدخل الريسبشن، وبالتالي باين الشياكه بتاعه المطبخ. واستغلينا طبعا المساحات كلها في التخزين وكده. فبالنسبه لي استغلت المساحه في كامثل استغلال. بعد كده جيت للجزء الثاني ده. هنا ده بقى كان المطبخ، يعني هنا ده الاول دي كانت مساحه المطبخ. وطبعا العرض مش كبير والباب مكانه كان بيمنعني ان انا اعمل هنا رخام. فبدات كان المطبخ وضعه ان الرخام حرف ال، وكان التلاجة اخده مساحه، فما فيش مساحه رخام ان انا كمان اطلع منها بوتاجاز وعندي غسالتين وعندي تفاصيل كتير، فده ما كانش نافع هنا. ففضلت ان انا اعمله حمام. فاخدت مساحه كويسه جدا للحوض وعملت تحتها يونت كبيره، واخدت مساحه كويسه جدا للشاور وعملت الشاور كابينت، تمام، مساحتها برده كويسه جدا معايا. والفلاش تانك، تمام، موجود. ومساحه الحركه في الحمام كويسه جدا. فبالنسبه لي كان
التعديل المعماري هنا كان ضروري جدا عشان النقطتين دول يتظبطوا معايا ويحققوا طلبات العميل. نيجي بعد كده على اول غرفه. اول غرفه معايا انا استغلتها للاولاد. عندي دي غرفه الاولاد، تمام. عملت فيها سريرين، السرير 1.20 متر، عملت فيها وحدات تخزين وعملت فيها دولاب لو انا عندي شماعات او حاجه هتتحط هنا، تمام. وهنا الجزء ده كان مشطول او في شطره، يعني الحيطه هنا مش جايه على زاويه 90، فعشان اصحح الزاويه ال 90 دي او اعدل الشطله بتاعت الحيطه، استغليت المساحه دي ان انا اعمل فيها ويندو سيت، وعملت فيه برده مساحات استخدام، تمام. ممكن ان انا احط فيها كتب او ادوات او اي حاجه، فممكن ان انا اخزن فيها. وعملت هنا مكتبه وعملت هنا مكتبه. طبعا ضيعت الشطله في التفاصيل دي كلها وقدرت ان انا استخدمها كمان، يعني كانت عندي مشكله وكانت عامله عيب في قلب الغرفه، فاحنا حولنا العيب ده لميزه، وميزه كمان شكلها حلو. فدي بالنسبه لي كانت حاجه كويسه جدا واضافت كتير للمكان وخلت الاوضه معايا مربعه، وفي نفس الوقت التوزيع والتقسيم بتاع الاوضه بقى كويس جدا وما فيهوش اي مشاكل. وبرده ما نسيتش ان انا اقدر اعمل لهم مكتب في الجزء ده، ممكن ان انا اقعد هنا استخدمه كمكتب بالادراج بتاعته. وهنا كده في شاشه صغيره هتتحط، تمام، لسه هتتحط مع جهاز التكييف. وعملت مرايه هنا ممكن ان انا استخدمها برضو كتسريحه. فبالتالي حققت كل حاجه ممكن ان انا احتاجها في قلب الغرفه. نيجي بقى للغرفه الثانيه، غرفه البنت. دي غرفه البنت زي ما احنا شايفين. الغرفة العرض بتاعها مش كبير بس هي طويلة شوية، يعني هي الغرفة جاية بالطول. كان عندي العمود ده هنا، فاستغليت العمود ان انا عرضته شوية وعملت هيدن لايت، تمام، في الجزء ده تأكيدا على الجزء بتاع السرير او مساحة بتاعة السرير. وعملنا السرير زي ما انتم شايفين في المساحة دي. عملت الجزء ده ممكن ان انا استخدمه كمكتب، وعملت معاه رفين. عملت هنا تسريحة، تمام. الكرسي ده لو انا هستخدمه على التسريحة ممكن استخدمه، ولو انا ممكن استخدمته هنا كده على المكتب فانا استخدمه عشان ما اعملش حاجتين فيضيقوا معايا المساحه. في نفس الوقت عملت هنا الجزء بتاع القعده اللي انا بحب دايما اعمله في الغرف، الويندو سيت اللي بيبقى تحت الشباك للقعده، احسن ما اقعد على السرير لو انا عايز اشيط او عايز اعمل حاجه. فبالنسبه لي هقعد على الويندو سيت هنا، بالنسبه لي لا هيبقى افخم واقيم بكتير واريح بكتير. ولسه طبعا في شاشه هتركب في الجزء ده. وعملت هنا مساحه الدولاب زي ما انتم شايفين، مساحته كويسه جدا، ولحد السقف فوق اعمل تخزين، وتحت هعمل الحاجات اللي انا هشتغل بيها. وعملت فيه الجزء برده بتاع الديكور ده، وفي اضاءه برده من جوه. ممكن ان انا احط هنا اكسسوارات او احط اي حاجه ممكن ان انا عايز اخليها تضيف للشكل الجمالي. بعد كده عندي الغرفه الرئيسيه، غرفه النوم الرئيسيه، تمام. دي كده غرفه النوم الرئيسيه. كان عندي المشكله ان هنا ده عمود كبير والناحيه الثانيه هنا عمود كبير في وشه، فاخدت العمود ده واستغليته ان هو يبقى باك جراوند للسرير. عملت الجزء بتاع السرير هنا زي ما احنا شايفين، تمام. وعملت الدولاب في المساحه اللي على اليمين، والناحيه دي عملت فيها الارفف اللي احنا شايفينها دي بشكل الديكور ده. ممكن ان انا استخدمها برده، هيتحط عليها اكسسوارز لسه وحاجات تانية تضيف للشكل الجمالي بتاع المكان. وبرده الحته دي او المساحه دي كنت شايفها برده فاضيه، فاستغلتها ان انا برده اعمل هنا شازلونج، وممكن انا اشيله واحطه هنا تحت السرير، بس انا بفضل ان هو يكون تحت الشباك عشان ما اضيقش المساحه اللي هنا، خصوصا ان احنا هنا هيبقى فيه لسه الشاشه وهيبقى فيه جهاز تكييف. وعملت الجزء بتاع المصليه ده برده لسه هيتحط عليه المصليات والمصحف وكده، ممكن ان انا اوجهه في اتجاه القبله وانا بصلي، واحط عليه الحاجات الدينيه كلها اللي انا هستخدمها او اللي اهل البيت يعني هيستخدموها. دي كده كانت تفاصيل المكان. يا رب اكون قدرت اشرح لكم ازاي قدرنا نتغلب على المشاكل اللي كانت موجوده، وايه الحلول اللي حطيناها في المساحه، وازاي استغلنا المساحه، وازاي حولنا المشاكل اللي موجوده لمميزات، والحاجات شكلها برضو في نفس الوقت جميل، اضافت للشكل الجمالي بتاع المكان. المساحه الفعليه هنا للمكان حوالي تقريبا 92 متر، قدرنا ان احنا نوظف فيها الحاجات اللي انتوا شفتوها دي كلها، وفي نفس الوقت بقينا المساحه الحمد لله رب العالمين ان هي واسعه. اشتغلنا على كل نقط الضعف او المشاكل اللي موجوده في الموقع وحليناها، وان شاء الله استنوني في موقع تاني جديد قريب جدا.